تحذير: الفيديو ده زائد 18 سنة. لو انت بتخاف او انت بتخافي سنك صغير او كبير بلاش وغير الفيديو ده مباشر. قصتنا بتبدأ مع دكتورة بتقول: لما سافرت بره مصر يا مرعب، طبعا كنت بكمل دراستي الدكتوراه هناك، وطبعا انا كنت في كلية يعني جامعة كبيرة اوي في امريكا، كانوا موفرين لنا سكن للمصريين فيها، للمصريين. انا بقى يعني حط جنب كلمة مصريين دي غيرهم هم خالص. وعلى فكرة احنا كنا بنقول ان انا كنت اول مرة اعرف ان فعلا المصري بيتهان بره كتير جدا، لان احنا كنا في اوسخ مكان بيسكنونا فيه، وكان في ناس تاني برضو، بس يعني هي ماشيه بالوسطات. بس انا كنت اول مره اعرف ان امريكا فيها حاجات كتير زي مصر، يعني ما كانتش حاجه جديده عليا، يعني ما كانتش مفاجاه ان انا بيتعمل معايا كده والكلام الفاضي ده. فالمهم ان انا كنت يعني بدرس دكتوراه في المستشفى، كانوا بيدونا كده يعني ايه جثث تشريح، وكنا بننزل مشرحه. فطبعا جينا كان معانا دكتور طبعا في الجامعه جايب جثه بيشرحها وموقفنا معاه. فالمهم الوقت سرقنا، احنا عايز اقول لك ان احنا قعدنا لحد الساعه 11 بالليل في قلب المستشفى اصلا، لدرجه ان انا اصلا حسيت يعني بقلق بقى، الجو بقى قليل ومعايا بنت وانا معايا يعني ومعانا دكتور غريب، وخلاص احنا عايزين اصلا كنا المفروض نمشي. فالمهم ان احنا قعدنا وطولنا جامد. قعدت ابص للبنت كده بعينيا، البنت قالت مش عارفه انا قلبي بيدق ليه كده، يعني قلقنا احنا الاثنين. فجأة النور يا مرعب بدأ ينور ويطفي، واحنا والبنت مسكنا ايدين بعض، وفجأة لقينا الدكتور وهو النور بينور ويطفي ضوافره بدأت تطول، وجسمه بدأ يطلع فيه شعر بطريقة مزعجة، والنور ينور وتطفي، واسنانه تبدأ تكبر، واحنا بنبص لبعض وبنصوت. فجأة مرة واحدة لقينا الدكتور ده، حسينا ان هو بيتحول قدامنا اقسم بالله طبعا، ولقينا كده حاجه غريبه، عمال اصوت واصرخ. فجاه لقينا اصوات حوالينا من كل مكان، صراخ ناس اكنها بني ادمين عاوزه صوت استغاثه جامد. الدكتور يا مرعب اللي كان واقف قدامنا بيتحول. جرينا على الاكره بتاع الباب انا والبنت اللي كانت معانا، عمالين نحاول نفتح الاكره بطريقه جنونيه يعني يا مرعب، مرعوبين يعني ناقصين نعملها على نفسنا ونصرخ والدنيا مقلوبه. فضلنا نحاول مع الاكره نشد مره واثنين وثلاثه لحد ما خبطنا الباب انا والبنت، الباب اتفتح. فضلنا نجري في الطرقه، لقينا الكائن الراجل اللي اتحول اللي هو كان الدكتور كان اسمه دكتور ماركو يا جماعه، طبعا دكتور امريكي، يعني كنت بدرس في امريكا، كل ده حصل معايا هناك. وفجأة الدكتور اللي كان متحول ده بدأ يجري ورانا في طرقة المشرحة اللي احنا كنا فيها اللي هي في الجامعة، وكل ما نحاول نفتح باب المشرحة اللي رئيسي عشان نطلع عند الجنينة بتاع الكلية من بره ما بيقدرش الباب يفتح اصلا، مفيش غير الرعب والصريخ وصوت ناس بتتكلم وتقول مش هتخرجوا. والكائن بدأ بعد ما كان بيجري ورانا نبص على الشبابيك، على الازاز بتاع الشبابيك اللي قدامنا، نحس ان خياله بيلف حوالينا واحنا مش عارفين نتصرف ازاي. نبص شمال او يمين يا مرعب، حاسين اصوات، وبدأنا نشوف خيالات بشر، بس مش اللي هو بشر قوي، بشر بس تحس ان في قرنين كده، او مثلا ايه حاجه والعياذ بالله زي الجن. بدأنا كلنا نموت لدرجه ان انا عايز اقول لك انا وقعت من طولي، والبنت بدأت ان هي تسندني اللي كانت معايا اصلا، لان انا بني ادم بخاف، مش هضحك عليكم وعلى الناس اللي هتسمع القصه اللي انا بحكيها لك. القصه دي انا طلبت منك ان انت تحكيها في فيديو لوحديها، بلاش عشان الناس. طبعا انا عاوز اشوف الكومنتات ليا انا لوحدي، انا لازما طبعا اشوف الكومنتات لوحدي، وانتوا طبعا يا جماعه لازما توروا لها الكومنتات في قصتها، تمام؟ وهنكمل بقيه القصه على طول، مش هنضيع وقت. هي بدات تقول ايه بقى؟ في باب جنب على اليمين برضو لمشرحة تانية، بس ما كانش فيها جثث ولا دكاترة. دخلنا وقفلناها على نفسنا. طبعا باب التلاجة طالما مفتوح ما بيبقاش فيه جثة. احنا فجأة لقينا باب التلاجة بتاع المكان اللي دخلنا فيه بيتفتح لوحده، ولقينا جثة يعني حد ميت قايم فوطة على نص جسمه وبيقوم كده من التلاجة وطلع علينا والعياذ بالله. احنا كنا في كمية رعب، احنا قعدنا يومين في المستشفى
المستشفى دي انا عايز اقول لك بعد الرعب ده ما رحتش تاني. اول يوم رحته في المشرحه اقسم بالله العظيم كنت هموت، تاني يوم كنت هتجنن، قسمت بالله اقسم بالله انا رجعت مصر سبت الدكتوراه كلها بسبب اللي حصل معايا ده. انا يا مرعب بحكي لك وانا متوتره وبعت لك الرساله دي. اقسم بالله يا مرعب انا عاوز اشوف كومنتات الناس اللي عندك، وباذن الله يا مرعب تفسروا لي اللي حصل معايا ده ايه. هو الطب بيبقى فيه الكلام ده ممكن ابقى انا معرضه ليه كتير، ولا ايه اللي حصل معايا ده بالظبط؟ انا مش عارفه يا مرعب، وانا هستنى اشوف كومنتات الناس اللي عندك في القناه ان شاء الله ردهم عليا هيكون ايه. تمام، وانا هسيب دلوقتي المرعبين هم اللي هيحكموا دلوقتي التجربه دي مرت بيها هي غير حقيقيه ولا حقيقيه. هسيب الرد لكم انتوا عليها في الكومنتات، ولو التجربه حقيقيه ايه اللي حصل معاها بالظبط تفهموها يا مرعبين بالظبط. ولو انت اول مره تشوفنا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد باذن الله، وما تنساش تحط لايك على الفيديو وتعمل لنا شير لو انت مرعب بجد وبتحب الرعب. هتشوف هنا يعني اللي عمرك ما شفته باذن الله، وانتظروا كل جديد. ودي كانت نهايه حلقتنا، وبمسي على كل مشتركين قناتي المرعبين، وبمسي على اللي هيشترك بعد الفيديو ده ان شاء الله. اللي جاي معايا مش كويس، اللي جاي معايا رعب في رعب.